عشان ننزلها على الصفحة. حاضر. حتى لو في الآخر خدنا بالنا ننزلها مسطحة. مش كده؟ كاميرا تانية معاك؟ طيب ماشي ماشي كده الله ينور عليك. وخلي بالك ان في بتاع اللي ورا وانت فوق شمال بس شويه. ما عايزكش تبقى ورايا بس. ماشي طب ماشي هات المجموعة اللي ورا دي. هات المجموعة اللي قاعدة عشان نص ساعة كده والله شوف بقى. تمام الله ينور عليك. تمام. هاتي باقي المجموعة من ورا أول الناس اللي من أول شقاق. لو خش حاجة بغلية. يا ابني ما كانش فيه انا هديك انا بدأنا بس انا قلت الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما زكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما ففتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا بالتذلل لعظمته سجدت له جميع مخلوقاته وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته
وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله أوحى إليه سورة اقتربت، فالشمس ردت له من بعد ما غربت، والسحب لما رعى لها من فيضها سكبت، والوحش ناجاه، والأشجار قد سجدت له تخط الثرى لما له طلبت. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث ننقل على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية وهذه الاحتفالية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، برحاب مسجد الخلوة بقرية خيرية رزنة، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من العاملين على جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ومن أسرة الحاج أمين النجدي يرحمه الله. ندعو الله العلي الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يتغمد الأستاذ أمين النجدي بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوسع له في قبره مد البصر، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يدخله في زمرة من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجئنا إلى هنا مشاركة لأهل هذه القرية في المسابقة التي تنظم كل عام، وقد ابتدأها فضيلة الشيخ أمين النجدي يرحمه الله، والتي تأتي تحت عنوان اعرف نبيك في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية، كما يحضر معنا فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح حلي وكيل الوزارة بوزارة الأوقاف، ويحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ السيد الهادي مدير إدارة أوقاف الزقازيق، ويحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ السيد الهادي وكيل مديرية أوقاف الشرقية، كما يحضر معنا فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، ويحضر معنا الأستاذ عبد العاطي محمد بجريدة المساء، والأستاذ أحمد عسلة بجريدة المساء، والدكتور محمد فاروق بصوت الشرقية. ويحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ سعد النجار من علماء الأزهر الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وجئنا إلى هنا تكريما لحضراتكم ووفاء لعهد فضيلة الأستاذ أمين النجدي يرحمه الله. وعندما اتصلت بفضيلة الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قال لي: إن شاء الله هنروح هذه الأمسية الدينية تكريما للراحل الكريم الأستاذ أمين النجدي يرحمه الله، ونحن على العهد إن شاء الله كما قال لي فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. ندعو الله العلي الكريم أن يبارك له في أولاده، وأن يمتعه بالصحة والسعادة، وأن يرحمه وأن يكرمه بالقرآن، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. ويحضر معنا أيضا الأستاذ علي سليم، ويحضر معنا أيضا الزميل الأستاذ علي سلمي. طبعا
الأستاذ علي سلمي معروف مذيع كبير بإذاعة صوت العرب، وطبعا هو مكانه إنه يكون مكاني دلوقتي، ولكن أنا لم أرى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير بدء لهذه الأمسية الدينية المباركة القرآن الكريم، مع هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. أستأذنكم أن تقرأوا الفاتحة لروح عم الشيخ أمين النجدي رحمة الله عليه. أنا مش هتكلم عن سيدنا الشيخ أمين، لأن أنا أعتقد أن أساتذتنا المتحدثين في هذه الليلة لابد أن يتعرض بعضهم لهذه الشخصية الجميلة الرقيقة العظيمة في أخلاقها والعظيمة في سلوكها، نموذج يحتذى به في كل البلاد. وأنا أعتقد لو في كل بلد فيها شخصية محبة للقرآن ولسيرة سيدنا رسول الله وللأمسيات الدينية ولأهل القرآن وللعلماء مثل سيدنا الشيخ أمين النجدي، أنا أعتقد أن كان حال كثير من البلاد تغير. الأثر الطيب اللي احنا قاعدين فيه النهارده ده من آثار ومن بركات سيدنا الشيخ أمين النجدي. وصدق الله إذ قال سنكتب ما قدموا وآثارهم، فده أثر من ضمن الآثار الطيبة. وأنا تكريما لهذا الرجل وإحياء لسنته التي ابتدأها في هذا المكان الطيب، فإني أعاهد الله أن أكون على العهد والوعد حينما أطلب لهذا الأمر. وحين طلبني ابن عمي الحبيب الأستاذ أحمد أمين النجدي قلت له حدد الزمان، فأنا في أي وقت ملكك وتحت أمرك، وفاء لأب حبيب يعيش في قلبي وفي روحي وفي وجداني، له علينا آثار طيبة ومواقف كريمة لا يمكن أن ننساها أبدا. أسأل الله أن يجزيه عني وعن الحاضرين وعن القرآن وعن سيدنا رسول الله وعن سنته الطيبة وعن هذه السنة المباركة التي وضعها في هذا المكان، أن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع درجاته في جنته ورضوانه وأن يجمعنا به في مستقر رحمته وأن يلحقنا به على الإيمان والإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود
يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا الله الله الله. لا تاني إن الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. وكانت خير بدء لهذه الأمسية الدينية المباركة والتي ننقلها من رحاب مسجد الخلوة بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة
المحافظة الشرقية، وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من العاملين بجمعية المحافظة على القرآن الكريم ومن أسرة فضيلة الشيخ أمين النجدي يرحمه الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. جاء النبي محمد من بعد ما عظم البلاء وعمت الأسقام، شملت هدايته الحياة جميعها وتطهرت في بحره الأيام، حظيت به من بعد أزمنة مضت في الختم آمنة وكان ختام. لم تلق ما تلقى النساء بحملها، فالحمل نور كله وسلام. ورأت خروج النور حال توطئه، فأضاء بصرى ما حوتها الشام. هذا احتفال واحتفاء من هنا وهناك، قد حفلت بك الأيام. صلى عليك الله يا نورا لنا ولغيرنا، يا من له الإكرام. صلى عليك الله يا من جاءنا بهداية عنوانها الإسلام. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وجئنا إلى هنا مشاركة لأهل هذه القرية في هذه المسابقة التي جاءت تحت عنوان اعرف نبيك في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الخير باق في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى ساحة العلم والعلماء. أستمع إياكم إلى هذه الكلمات الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح حربي، وكيل الوزارة بالأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد. إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأمسيت مكروبا وأصبحت في حرج، فصل على المختار. صل على المختار من آل هاشم وسلم، فإن الله يأتيك بالفرج يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على دربه وطريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الجمع الحضور، في هذه الليلة المباركة التي نأتي إليها في كل عام في مثل هذه الأيام المباركة تلبية لدعوة والد وحبيب وأستاذ، مهما تحدثت عن شخصيته أرى نفسي مقصرا، وهو الراحل الكريم الأستاذ أمين النجدي. هذا الرجل كان صاحب خلق جم وأدب رفيع، تواضع، كرم أخلاق، تحدى
ولئن كان قد رحل عنا بجسده فهو معنا بذكراه، هو معنا بسيرته الطيبة، هو معنا بأولاده الذين نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف. أيها الأحباب، في مثل هذا اليوم أو في مثل هذه الأيام من كل عام نلتقي من أجل هذه المسابقة، مسابقة القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو الضياء والنور، وبه النجاة من الغرور، وفيه الشفاء لما في الصدور. فإذا أردنا أن يرفع الله عنا الغمة وأن يحول حالنا إلى أحسن حال فعلينا بالقرآن الكريم. فإن السلف الصالح لما تأدبوا بآداب القرآن وسلكوا مسلك القرآن ذاقوا طعم الإيمان وذاقوا حلاوة القرآن. فإن للقرآن حلاوة لا يجدها ولا يذوق طعمها إلا من كان قلبه متصلا بالله رب العالمين. من الذين ذاقوا حلاوة القرآن الإمام نافع رضي الله عنه. هذا الإمام كان أصفهاني الأصل أسود اللون، إذا تكلم يشم من فمه ريح المسك. فسئل أتتطيب كلما جلست للإقراء؟ فقال لا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فمي، فمن حين ذلك الوقت توجد هذه الرائحة الطيبة. من الذين ذاقوا حلاوة القرآن الشيخ قالون. هذا الرجل كان أصم لا يسمع، لدرجة أنه كان لا يسمع أنبوك آلة النفير في الحرب، ولكن إذا تلي عليه القرآن سمع. إذن للقرآن حلاوة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين، وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم أجمعين، وفي ميزان حسنات الحاضرين، وفي ميزان حسنات راحلنا الكريم الأستاذ أمين النجدي. وكل عام وأنتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. حبه عين الكمال، جاهه عال وغالي، صحبه خير الرجال، بايع الهادي محمد. خير خلق الله أحمد، كل من يلقاه يسعد. حوضه الصافي المبرد للذي يعشق محمد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، وهكذا استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الري وكيل الوزارة بالأوقاف. وما زلنا نتواصل مع حضراتكم مع هذه الأمسية الدينية المباركة، والتي ننقلها من رحاب مسجد الخلوة بقرية الرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله العلي الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة أن تكون مصرنا دائما وأبدا في أمن وأمان وسلام ورباط إلى يوم الدين، وأن يبعد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. وندعو الله العلي الكريم أن تكون بلادنا في أمن ورخاء إلى يوم الدين،
فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يحضر معنا هذه الأمسية الدينية قارئا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، ويحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ السيد الهادي وكيل مديرية أوقاف الشرقية، ويحضر معنا فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، وأيضا يحضر معنا الزميل الأستاذ علي سلمي المذيع بإذاعة صوت العرب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواصلة لهذه الأمسية الدينية المباركة، أستمع إياكم إلى هذه الكلمات الطيبة لفضيلة الشيخ السيد الهادي وكيل مديرية أوقاف الشرقية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الأطهار، وعلى ذريتك الأخيار، وعلى كل من دعا بدعوتك واستنى بسنتك إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، نحمد الله تعالى أن جعلنا مسلمين، فالإسلام شرف لمن ينتمي إليه. الإسلام نعمة من أجل نعم الله تعالى على عباده، فهو الدين الذي أقره ربنا تعالى من بين سائر الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ولا ثواب للعبد بعد عمله الصالح إلا إذا كان تحت راية هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما ذلك إلا لكمال الإسلام وتمامه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن المسلم الذي ينتمي إلى هذا الدين ويعيش تحت راية هذا الدين له رسالة التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول باكورة لوحي السماء إلى الأرض، حينما نادى في أهل مكة وقال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله إني رسول الله إليكم.
والله تعالى جعله لنا قدوة وأسوة في أقواله وأفعاله، في صفاته وتقريراته، وينبغي على كل مسلم أن يحمل هذه الراية. فما هي الرسالة التي ينبغي على كل واحد منا أن يؤديها وأن يتحملها وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل؟ إنها رسالة الإصلاح، أن تصلح من شأن نفسك وأن تصلح من شأن غيرك. هذا هو المنهج وهذه هي الرسالة. لا بد لكل واحد منا أن يتدرب على مكارم الأخلاق. لا بد من كل واحد منا أن يتأدب بأدب الإسلام، ثم بعد ذلك يدرب غيره ويعلم غيره مكارم الأخلاق. من أوائل الصور التي نزلت في مكة سورة المزمل وسورة المدثر، إنها تجسد هذا المنهج. يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. المزمل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدثر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد النداءين الأمر قم، ولكن شتان ما بعد الأمر قم في المزمل وما بعد الأمر قم في المدثر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا محمد قم درب نفسك. يا محمد قم واقترب من الله تعالى. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أردت أن تصلح من شأن غيرك فعليك ابتداء أن تصلح من شأن نفسك. لقد علمه ربه، لقد أدبه ربه، لقد رباه ورعاه، فأصبح صالحا لهذه المهمة التي من أجلها أرسله الله تعالى للعالمين. فجاءت سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. بعد أن أصلحنا من نفسك، ربيناه، دربناه، أدركت مكارم الأخلاق، عليك أن تربي غيرك، عليك أن تؤدب غيرك. قم فأنذر. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذه هي الرسالة التي ينبغي على كل واحد منا أن يحملها في هذه الحياة، أن يدرب نفسه على مكارم الأخلاق. فإذا ما أدرك درجة من درجات مكارم الأخلاق فعليه أن يعلم غيره مكارم الأخلاق. وهذا هو سر خيرية هذه الأمة. لولا هذا السر ما اختارها الله تبارك وتعالى لتكون خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء، الإيمان أصل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع. وكان ينبغي في غير القرآن أن يتقدم الأصل والكل على الفرع والجزء. كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلا أن الله تعالى قدم الفرع على الأصل والجزء على الكل، إشارة إلى مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة هذه الأمة. فما نالت هذه الأمة الخيرية إلا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم. أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو آمنوا بالله تعالى، لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك الخير، لكن الله تعالى ختم الآية بقوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فعلى كل واحد منا أن يحمل هذه الرسالة، على كل واحد منا أن يربي نفسه وأن يدرب نفسه وأن يصلح من شأن نفسه، ثم بعد ذلك يتعدى هذا الصلاح إلى غيره فيدرب غيره ويمرن غيره ويؤدب غيره ويصلح من شأن غيره. ولتكن منكم أمة لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي رسالة المسلم. فهل أنت هذا المسلم؟ هل أنت هذا المسلم الذي ينتمي لهذه الأمة؟ هل أنت هذا المسلم الذي ينتوي أن يكون تحت هذه الراية التي اختارها الله تبارك وتعالى راية لعباده؟ إن الدين عند الله الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله حسن استماعكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ السيد الهادي وكيل مديرية أوقاف الشرقية. وما زلنا نتواصل مع حضراتكم مع هذه الأمسية الدينية المباركة والتي ننقلها من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الخلوة بقرية رية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله العلي الكريم في هذه الأيام الكريمة أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض، وأن يبدل أحزان المسلمين أفراحا، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي. إذا مالت بك الأيام يوما فلذ بالواحد الفرد العلي. تشفع بالنبي فكل عبد يغاث إذا تشفع بالنبي، ولا تجزع إذا ما ناب كرب فكم لله من لطف خفي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا قارئا ومتحدثا ومبتهلا إن طلب منه في
في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، وسوف يختم لنا هذه الليلة إن شاء الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أستمع وإياكم إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ سعد النجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، وجعل فيه العجب العجاب، وأيد رسوله بالمعجزات، وجعل اسمه مقترنا باسمه. فقد روي بأنه عندما هبط آدم من الجنة وجد مكتوبا على ساخ العرش بالنور الإلهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال آدم: يا ربي محمد من هذا؟ فقال: يا آدم إنه من ولد، ولولا محمد ما خلقتك يا آدم. عند ذلك قال آدم: يا ربي بحرمة الولد ارحم الوالد. فقال رب السماء: يا آدم لو تشفعت لنا في أهل السماوات والأرض بمحمد لشفعنا لك. فصلاة وسلاما عليك يا أيها المزمل، صلاة وسلاما عليك يا أيها المدثر، صلاة وسلاما عليك يا طيب ثمار كن، فنوره صلى الله عليه وسلم أسطع، وبرهانه أظهر، ودعاؤه أنجح، نصره مؤيد، واسمه محمد، جسمه أعبد، رسمه أوحد، واسمه أحمد، هو حبيب المولى وبالمؤمنين أولى. صلوا معي عليه وسلموا تسليما. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مجلس يصلى فيه عليه إلا وخرجت منه رائحة حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذه رائحة مجلس صلي فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، أنا لن أطيل عليكم لأن احنا سمعنا إلى فضيلة الدكتور صلاح أبو شري، فضيلة مولانا الشيخ السيد الهادي، فأقول في عجالة لا تزيد عن 5 دقائق بعد أن تصلوا على سيدنا رسول الله. أنا سمعت أخي وحبيبي المذيع البارع أستاذ علاء الشقاوي بقول إن موضوع المسابقة في السيرة الذاتية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان اعرف نبيا. اعرفوا به. أنا هقول حديث لسيدنا النبي بعد أن تصلوا عليه. سيدنا رسول الله أراد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعرف قدره بين الأنبياء، فبخاطر ربنا فقال: يا ربي خلقت
ورفعت إدريس مكانا عليا وكلمت موسى تكليما وجعلت إبراهيم خليلا لك وخلقت عيسى بكلمتك فبما فضلتني يا رب العالمين. قال لي ربنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إذا كنت خلقت آدم بيدي فخلقته من طين وخلقتك من نور وجهي. يا محمد إذا كنت رفعت إدريس مكانا عليا فرفعته إلى السماء الرابعة ورفعتك إلى السماء السابعة. يا محمد إذا كنت كلمت موسى تكليما فكلمته من وراء حجاب وكلمتك بدون حجاب. يا محمد إذا كنت جعلت إبراهيم خليلا لي فجعلتك حبيبا إلي والحبيب أفضل من الخليل. يا محمد إذا كنت خلقت عيسى بكلمتي فقد اشتققت لك اسما من اسمي وجعلته مقرونا باسمي فلن يقول عبد لا إله إلا الله إلا وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي أتمنى أن نلتزم بمنهج حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا هقول حديث واحد واختم بكلامي وأتمنى من الجميع أن يركز في هذا الكلام الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني لو ركزنا في الكلام اللي هقوله من سيدنا النبي لن يفعل إنسان شيئا يغضب الله جل وعلا. أصل احنا رايحين نخلي المفروض رايحين إنما نعمة لما هو سيدنا النبي من شيخنا عبد الشيخ السيد الهادي سيدنا النبي بعث لمهمة كلنا غائب عن تلك المهمة. قال ايه سيدنا النبي انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. تمشي في الشارع تلاقي اللي بيسد الدين مش ينفع. لابد ان تعلم بان كل لفظة تخرج من فمك انت محاسب عليه. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. 3/4 الناس تفكيرها على قدها. اما اجي اعمل حاجه غلط ابص يمين حد شايفني ولا لا، ابص شمال حد شايفني ولا لا، ابص قدامي حد شايفني ولا لا، ابص ورايا حد شايفني ولا لا. ما حدش يعمل اللي انا عايزه. يا اخي اقول لك شيء كنتم تقرؤون كلام الله انما يا اخي يا حبيبي نقرأ بدون وعي وبدون تركيز. اقول لك لو انت في حجرة مظلمة ومقفلة عليك لو بدك تعمل حاجة غلط اعلم بأن ربنا معاك رقم 2، قاعدين 2 ربنا رقم 3، قاعدين 3 ربنا رقم 4، قاعدين 4 ربنا رقم 5، المسجد فيه 1000 ربنا رقم 1001.
والكلام ده مش من عندي والله، ده من كلام الله. يقول الله جل وعلا في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو كلام والله، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه خافوا من ربنا. الحديث اللي بقولها أختم بيه كلامي، سيدنا النبي بيفسر آية في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم، يملك يا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والله لو أنت تعلم علم اليقين، إيدك لو كلتبها حرام هتقول أني كلت حرام، مش هتعمل حاجة غلط. ولذلك بقول لك ركز في الحديث اللي هقوله، هختم بكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة تنطق الجوارح فيكابر اللسان ويقول: يا ربي أنا ما فعلت كذا وكذا، فيختم عليه مفيش كلام. يقول النبي: فتقول اليد: إلهي أنا للحرام تناولت، وتقول العين: وأنا للحرام نظرت، ويقول الفرج: وأنا زنيت، فتقول الرجل: وأنا للحرام سعيت، عند ذلك تقول الأرض: وأنا نظرت، فيقول كاتب السيئات: وأنا كتبت، ويقول كاتب الحسنات: وأنا شهدت، فيقول عز وجل: وعزتي وجلالي أنا الذي اطلعت وسترت، وعزتي وجلالي أنا الذي اطلعت وسترت، يا ملائكتي خذوه، وفي عذابي ألقوه، ومن سخطي أذيقوه، فهذا جزاء من قل حياؤه عليه. ما تكونش قليل الحياة على ربنا. اتقوا الله عباد الله، عامل الناس كما تحب أن يعاملوه، إنما الدين المعاملة. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أغنيته. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وتقبل منا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحم الله راحلنا الكريم رحمة واسعة أخونا حبيبنا الأستاذ أمين النجدي عليه رحمة الله جل وعلا. وشكر خاص مني من أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد مراعي الذي أخبرني بهذه الليلة قبل المغرب بدقائق. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى
هذه الكلمات الطيبة لفضيلة الشيخ سعد النجار من علماء الأزهر الشريف. وما زلنا نتواصل مع حضراتكم وهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها من رحاب مسجد الخلوة بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. سلام على بدر أتم فسلم فأخفى شعاع الشمس حين تبسما. ولما بدا رسول الله في ظلام الليل وانجلى أضيء به الكون بعد أن كان مظلما. فقلت لها يا نوق أين دياره؟ فقالت أرض البقيع وزمزما. قلت لها يا نوق أنبع الزلال بكفه؟ قالت نعم وروى العطاش من الظما. اللهم زدنا في الحبيب محبة لو ذاقها الكافر طبعا أسلما. فقلت لها يا نوق ما الاسم؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وحضر معنا هذه الليلة المباركة وجاء إلينا الآن فضيلة المستشار عبد الفتاح الشيخ. نرحب به وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضراتكم جميعا أرحب بكل السادة الحضور وبجميع الضيوف الذين حضروا هذه الليلة المباركة. أستمع إياكم إلى هذه الكلمة لفضيلة السيد المستشار عبد الفتاح الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين وأسعد النبيين سيدنا محمد. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيد الأولين والآخرين. نشهد أنك بلغت رسالة ربك وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وارض اللهم عن آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، حقيقة هذه الكلمة إنما هي جاءت متأخرة بعد كلمات طيبة من علماء أجلاء وأساتذة فقهاء نعرفهم في العلم جيدا منذ زمان بعيد. فأرجو منهم أن يتقبلوا مني هذه الكلمة وأنا واحد منهم. أسأل الله العلي الأعلى أن ينفعنا جميعا بحبنا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عنوان الندوة اعرف نبيك، وقال شيخنا وأستاذنا الحاج سعد كيف نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما نعرفه صلوات ربي وتسليماته عليه. فوجب علينا جميعا أيها الإخوة الأحباب أن نؤمن جميعا بأن رافع السماء بلا عمل قد عرف كل الأنبياء وكل الخلائق وأوصاهم جميعا بأن يؤمنوا برسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما خاطب الكل والأرواح في الأصلاف وفي عالم الغيب المهين. قال للكل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا
لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الوجود وخلق الكون أوصى كل الأنبياء وكل الرسل وكل من جاءوا بعد آدم عليه السلام بأن يؤمنوا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إذا أدركتم زمانه فآمنوا به، وإن لم تدركوا زمانه فأوصوا أتباعكم الذين يأتون من بعدكم بأن يؤمنوا بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فأقروا جميعا. قال لهم ربنا أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شهد الله على شهادتهم وأمن على شهادتهم بأن يؤمنوا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول له ربنا وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب فلن أفتح لهم حتى يأتوا جميعا خلفك يا محمد. كل الأنبياء وكل الرسل وكل الخلائق لن يفتح لهم ولن يقبل منهم إلا إذا كانوا قد آمنوا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم أن قال لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قال اقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى وهو نبي القرآن ولكني أحب أن أسمع القرآن من غيره. فبدأ ابن مسعود يتلو على رسول الله آيات من أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي وقال ابن مسعود الآن كف عن القراءة وضرب بيده الحانية على فخذي عبد الله بن مسعود. الآن كف عن القراءة. يقولون نظرنا إلى وجه رسول الله فإذا عيناه تذرفان. عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض من الدم لأنها مسحية وصعبة وشاقة لا يتحملها إلا أولو العزم من الرسل وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هادية وطلعت في الأكوان بدرا منيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلوا وسلموا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ببعثة رسول الله رفع الله العذاب عن أهل الأرض جميعا. رفع عنهم بالاستئصال والشأف والغرق وما إلى ذلك ببعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للإنس وللجن وللطير وللحيوان. وأنتم تعلمون الأحاديث الصحيحة التي رأيتم فيها الحيوانات تكلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتشكو له ويأمر أصحابها بأن ينفقوا بها وأن يعاملوها معاملة حسنة. والجماد والشجر كل ذلك خاطب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هذا النبي وهذا شأن وهذا ميزانه عند الله سبحانه وتعالى أولى بنا. ونحن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
الله ومن أمهاتنا أمهات المؤمنين زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين أنتم يا رجال الإسلام؟ أين أنتم يا من آمنتم بالله؟ وجب علينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد دفاعا عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي قرن الله بها اسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل: أتدري بما رفع الله قدرك يا محمد؟ قال: الله أعلم يا جبريل. قال: لقد قرن الله اسمك باسمه، فلا يقولن قائل لا إله إلا الله إلا ويقول معها محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، ليس محمدا وحده. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين الرحمة بيننا؟ أين التراحم بيننا؟ أين الصلة بيننا؟ ومع ذلك كل واحد منا في بطاقته مسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الأمة تراها مشرقة مضيئة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. مشرقة مضيئة يوم القيامة حينما يقول النبي محمد: أنا وأمتي يوم القيامة على كون مشرفين على الخلائق. ما من أحد من الناس رآنا إلا ودأ له منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهود على أنه بلغ رسالة ربه. يؤتى بأمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. سيدي يا رسول الله، لن نستطيع أن نوفي لك حقك، ولن نستطيع أن نجاري رحمتك وعطفك، فسامحنا يا رسول الله. ونحن على أمل في أن تكون شفيعا لنا وأن ننال شفاعتك يا صاحب الشفاعة العظمى، يا صاحب الشفاعة العظمى. نسألك أن تكون شفيعا لنا يوم لقاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وحول حالنا إلى أحسن حال، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبة للسيد المستشار عبد الفتاح الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا هذه الأمسية الدينية بتلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، نختتمها أيضا بهذه الابتهالات لفضيلة الشيخ القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. إن شاء الله توزيع الجوائز بعد فضيلة الشيخ عبد الفتاح إن شاء الله. وهذه الابتهالات وهذا الفاصل من ابتهالات الدين. بص يا عم ده بعد الفاصل. وعامة في أي مكان تاني ما يقدرش الأستاذ علاء الشرقاوي يعمل فيا، إنما هنا كل الأمور مباحة ومتاحة، لأن فرحتنا بوجودنا بينكم النهارده تفرض علينا أن نقدم كل ما يمتع قلوبكم ويسعد نفوسكم
سببا في اجتماعنا رحمة الله عليه عم الحاج أمين الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واحفظ بلادنا وارزقنا فيها الأمن والأمان والسلم والسلام برحمتك يا يا فرحة الدنيا يا فرحة الدنيا بنور محمد صلوا عليه. يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار يوم المولد يا عزها يا سعدها يا فرحها بهدى الحبيب بهدى الحبيب وبنور خالق
أشرقت شمس الهدى أشرقت شمس الهدى وأتى البشير وأتى اللهم بحق الصلاة عليه فرج عنا ما نحن فيه اللهم بحق الصلاة عليه فرج عنا ما نحن فيه يا خفي
الألطاف نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف بدل خوفنا أمنا بدل خوفنا أمنا واجمع شملنا ووحد صفوفنا وارفع رايتنا وحقق غايتنا كل القلوب إلى القريب تميل ومعي بها شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صدوا العاشقين اللهم صل وسلم وبارك عليه صل يا ربنا كما تحب أن يصلى عليه صل يا ربنا صلاة لا تنقطع من ليل أو نهار صل يا ربنا صلاة دائمة بدوام ملكك صل يا ربنا صل يا ربنا عليه حتى ترضى وصل يا ربنا
صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إن شئت بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير النذير الأمين المحمدي. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام أصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة، والتي نقلناها من رحاب مسجد الخلوة بقرية الرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من العاملين على جمعية المحافظة على القرآن الكريم ومن أسرة الشيخ أمين النجدي يرحمه الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أدعو الله العلي الكريم أن يكون جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الحضور، والآن جاء موعد التكريم، وأترك الميكروفون للأستاذ أحمد، للأستاذ رضا طنطاوي، وإن شاء الله هو يبدأ مع حضراتكم توزيع هذه الجوائز إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذن الحضور الكرام الجلوس حتى ننتهي أولا من الترحيب بضيوفنا، شاكرين كل من حضر مشاركا لنا في مسابقة يعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفاء لجماعة المحافظة على القرآن الكريم. إلى هؤلاء الضيوف الكرام نستأذنكم جميعا باسم الجماعة، جماعة المحافظة على القرآن، وباسم قرية الرية رزنة، أن تتقدم أسرة الحاج أمين النجدي وبعض من أهل القرية بهدايا رمزية للحضور الكرام. نبدأ أولا بهدية للشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي يقدمها الأستاذ حسين النجدي. يا دكتور عبد الفتاح. الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي يقدم الإهداء الأستاذ حسين النجدي. جزاكم الله خيرا. باركم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. والآن مع هدية رمزية للدكتور صلاح حري مدير أوقاف الشرقية يقدمها أخونا أحمد أمين النجدي. دكتور صلاح. دكتور صلاح حري مدير أوقاف الشرقية، بارك الله فيك. والآن مع هدية رمزية كذلك للشيخ الدكتور السيد الهادي وكيل أوقاف الشرقية يقدمها أخونا الأستاذ حسين أمين النجدي. دقيقتان فقط ونبدأ توزيع الجوائز إن شاء الله. دقيقتان أو أقل. والآن مع هدية رمزية للشيخ محمد مراعي يقدمها الأستاذ علاء اليتيمي. والآن إهداء للأستاذ علاء الشرقاوي مذيع إذاعة وسط الدلتا يقدم تلك الهدية الأستاذ محمود غريب. أستاذ علاء الشرقاوي شرفنا اليوم إذاعة وسط الدلتا. والآن مع هدية الفضل الأخيرة للأستاذ أحمد حسن الصحفي الأستاذ حسين النجدي. وهدية رمزية أخيرة لأستاذنا الأستاذ عبد العاطي محمد من جريدة المساء، أشكر له شكوره الكريم. أيها الحفل الكريم
أحمد عبد العزيز. عبد الرحمن محمد رفاعي مهدي. عبد الرحمن محمد رفاعي. هناء محمد سليم عزام. هناء محمد سليم عزام.